السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مستر ياسر، ودي قناتكم قناة فيجن، وفيجن يعني رؤية، وإحنا هنا عندنا رؤية مختلفة. إنكم لازم تفهموا اللي بتتعلموه. إن شاء الله معانا هتفهموا وتتعلموا، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الأوائل بفضل الله تعالى. يلا بينا نبدأ مع بعض. أحبابي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة ومع آخر دروس الجبر التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى عين ميم ألف. ويلا بينا نبدأ درسنا، ونبدأ على طول مع بعض كده بحل أمثلة، ومنها إن شاء الله هنتعرف على الأفكار المختلفة في التحليل بإخراج العامل المشترك. وبيجي لنا رأس السؤال كالتالي: باستخدام التحليل بإخراج العامل المشترك أوجد القيم التالية. ويلا بينا مع أول سؤال. أول سؤال معانا بيقول عندنا المقدار 2 س زائد 6، أو قال لي حلل بإخراج العامل المشترك. طب إيه ممكن يكون عندي عامل مشترك هنا؟ لو جينا بصينا إيه اللي ينفع عندي مشترك؟ يعني ما يعني إيه ينفع عامل مشترك؟ يعني الحدين الاتنين دولت يقبلوا الاسم عليه، الحدين الاتنين بتوع المقدار يقبلوا الاسم عليه. طب تعالوا نبص كده، السين تنفع؟ لا مش هتنفع، لأن مفيش هنا س عشان أقسم عليها. طيب الستة تنفع؟ لا الستة ما تنفعش، لأن الاتنين مش هتقبل الاسم على الست. طب الاتنين تنفع؟ اه طبعا. ليه؟ لأن أنا لو خدت الحد 2 س وقسمته على الاتنين هيفضل منه س، ولو أخدت الحد الستة ده وقسمته على الاتنين هيطلع منه ايه؟ 3. يعني يقبل الاسم؟ اه طبعا يقبل الاسم. يبقى إذا الاتنين هو العامل المشترك عندي الأعلى في المقدار ده. أخده وطلعه بره أهو، يساوي أدا الاتنين عامل مشترك. وبعد كده يفضل عندي ايه؟ س زائد 3. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا خدت اول حد بعد ما خدت العامل المشترك طلعته بره، ماشي، اقول 2 س على الاتنين فالس، 6 زائد زي ما هي تنزل زي ما هي، 6 على الاتنين فالتلاتة. خلاص، نفس الكلام هيحصل هنا. اجي ابص هنا ايه اللي ينفع عندي عامل مشترك؟ ايوه خلاص احنا بقينا فاهمين الاربعة، الحدين الاتنين يقبلوا الاسم على الاربعة، اذا يبقى الاربعة هو العامل المشترك الاعلى عندي. يبقى يساوي الأربعة عامل مشترك. وبعد كده أعمل إيه؟ آخد الحد الأول أفتح قوس، 4 س على 4 س على 4 فالس، وسالب 8 على 4 فالسالب 2. يبقى أفتح قوس مضروب في الأربعة ده، يبقى س ناقص 2. خلاص كده فاهمين؟ طيب ناخد كمان مثال. ايوه، مش لازم أنا عندي العوامل الرقميه هي اللي تكون عامل مشترك، ممكن يبقى بعد كده رموز زي ما احنا عندنا س هنا في السؤال التالي. ازاي يعني؟ يعني مثلا احنا عندنا هنا س تربيع وعندنا سالب 4 س، ايه اللي ممكن يكون عندنا عامل مشترك الحدين الاتنين يقبلوا الاسم عليه بتوع المقدار ده؟ السين طبعا، لان لو قسمت س تربيع على س تقبل الاسم، وكمان لو قسمت 4 س على س تقبل الايه؟ الاسم. يبقى اذا عندي العامل المشترك هيكون هنا ايه؟ السين. طب بعد كده اعمل ايه؟ افتح قوس وبعد كده س تربيع على س فالسين. ماشي، احنا في حاله الاسم قلنا بنطرح الايه؟ الاسس، وفي حاله الضرب بنجمع الاسس. طيب وسالب 4 س على س فالسالب الأربعة. يبقى افتح قوس كده، يبقى س ناقص 4. ولو جينا حبينا كده نعكس العملية، لو قلنا س في س بس تربيع ادي اهو، ولو قلنا سالب 4 في س بسالب 4 س رجعت زي ما هي. عرفنا ازاي بناخد العامل المشترك؟ ممكن يكون عامل، ممكن عامل رقمي، وممكن يكون ايه؟ وممكن يكون رمزي. خلاص، رمز زي ما احنا شايفين، وممكن يكون مكون من عامل ورمز زي ما احنا هنشوف في السؤال الرابع. ازاي يعني؟ اهو السؤال الرابع بيقول عندنا المقدار المكون من 3 حدود دولت 8 س تكعيب زائد 12 س أس 6 ناقص 4 س تربيع. طيب نيجي نبص هنا، أنا هنا عندي إيه اللي ممكن يكون عندي عامل مشترك جميع الحدود بتاع المقدار ده تقبل الاسم عليه؟ لو جينا بصينا كده 8 س، لا طبعا سالب 4 مش هتقبل الاسم عليه. أول حاجة بص للعوامل، إيه اللي ممكن العوامل دي اللي هي 8 و12 وسالب 4، إيه اللي ممكن يقبلوا الاسم كلهم عليه؟ أكيد الأربعة، صح ولا لأ؟ يبقى آخد الأربعة دي عامل مشترك من الإيه؟ العوامل العددية. نيجي بعد كده نبص للرموز. هو أنا هبص لكل حاجة لوحدها؟ أيوه. ليه بقى؟ علشان هتشوف في السؤال اللي بعد كده هنحتاج الكلام ده. عندي هنا س تكعيب، وعندي س أس 6، وعندي س
أس 2 كلهم متشابهين س يعني، بس الإيه ناخد اللي أقل فيهم أسا، يعني أقل أس فيهم وناخده عشان كلهم هيقبلوا الاسم عليه. يبقى إذا هاخد 4 س تربيع. ماشي، يبقى هو ده العامل المشترك اللي عندي أهو، يبقى يساوي 4 س تربيع. ماشي، وبعد كده افتح قوس 8 س تكعيب على 4 س تربيع يبقى 2 س زائد 3 س أس 4 ناقص 1. إيه اللي حصل؟ لو جينا بصينا أخدنا ال 4 س تربيع عامل مشترك، 8 على 4 فالاتنين، س تكعيب على س تربيع نطرح الأسس 3 ناقص 2 فالواحد يبقى س فاضلة عندي. بعد كده 12 على 4 أقسم العوامل الرقمية على بعض وأقسم الرموز على بعض. ماشي، وفي حالة قسمة الرموز بنطرح الإيه الأسس زي ما إحنا قلنا. س 12 على 4 فالتلاتة، وس أس 6 على س أس 2 بنطرح الأسس 6 ناقص 2 فالأربعة زي ما إحنا شايفين. وبعد كده سالب 4 س تربيع على 4 س تربيع فالإيه فيها الواحد يبقى ناقص واحد، والإشارات بتنزل دايما زي ما هي زي ما احنا شايفين. نروح للسؤال الخامس بعد كده، وفكرة تانية جديدة. كل مادة احنا عمالين نطور في فكرة إخراج العامل المشترك الأعلى. ماشي، طيب نيجي هنا في السؤال الخامس، عندنا برضك مقدار مكون من 3 حدود. بس هنا تعالوا بقى، عندنا ايه عوامل رقمية وعندنا رموز مختلفة، عندنا س وعندنا ص. تمام كده. طب هناخد العامل المشترك بتاعنا ايه، نشوف ايه الصاد اللي تقبل اللي هي اقل اسا يقبل عليها كل العوامل، ادام العوامل كلها فيها صادات، ادام العوامل فيها كل الحدود قصدي كلها فيها صادات، يبقى اذا لازم ناخد صاد من الصادات واخد اللي ايه اقل ايه اسا. طيب والسين نفس الكلام، والعوامل الرقميه اخد العمل الرقمي اللي الكل يقبل الاسم عليه. يعني تعالى اول حاجه نبدا بالعدد الرقمي او العامل الرقمي. ايه اللي هنا اخده يقبلوا التلاتة دول الاسم عليه، التلات حدود دولت الخمسة، العشرة تقبل الاسم على الخمسة والخمستاشر تقبل الاسم على الخمسة. يبقى انا عرفت اول حاجة ان الخمسة اللي هو العامل الرقمي اللي انا هاخده من العامل المشترك الاعلى. بعد كده اجي ابص للسين، ايه السين اللي اقل اسا عندي؟ هنا س اس 3 وهنا س اس 4 وهنا س اس 2، يبقى اخد السين اس 2. ليه؟ لان الحد س اس 3 ده تبقى الاسم وس اس 4 تبقى الاسم عليه. يبقى انا عندي كده الخمسة وعندي س ايه اس 2. اجي ابص للصاد، اكيد الصاد اس واحد اللي هي دي هي اقل ايه اقل واحده فيهم اسا، صح؟ يبقى صاد اس واحد هي دي اللي هاخدها، يبقى اخد الصاد. يبقى انا عندي الخمسه والسين تربيع والصاد. شفت انا خدت من جميع الحدود زي ما احنا شايفين اهو، من جميع الحدود بتوع المقدار اخدت من كل واحد حاجه. اخدت من هنا الخمسه، واخدت من هنا السين تربيع، واخدت من هنا الصاد. يبقى هو ده العامل المشترك الاعلى اللي موجود عندي. فهمنا ازاي في الحاله دي بنعمل ايه؟ يبقى 5 س تربيع في صاد، وافتح قوس، وبعد كده اعمل ايه 10 على 5 فالاتنين، س تكعيب على س تربيع، اطرح الاسس يفضل عندي س وصاد مع صاد تطير، يبقى يفضل عندي ايه هنا 2 س في اول ايه في اول حد في المقدار ده اهو. ونفس الكلام اطبقه على بقية الحدود، زائد س تربيع في صاد اهو. 5 على 5 فالواحد، الواحد ما بيتكتبش. س أس 4 على س أس 2 بكام؟ نطرح الأسس، 4 ناقص 2 ب2 يبقى س أس 2. صاد هنا أس 2 على صاد فإيه 2 ناقص 1 بواحد، والواحد ما بيتكتبش يبقى صاد. يبقى عندي س تربيع في صاد. نفس الكلام نعمله هنا، سالب 15 نزلنا السالب زي ما هي اهي، 15 على 5 فالتلاتة، س تربيع على س تربيع يطيروا الاتنين مع بعض، وصاد تكعيب أس 3 على صاد تبقى كفاية كام؟ نطرح الأسس 3 ناقص 1 ب2 يبقى إيه؟ هنا سالب 3، 15 على 5 فالتلاتة، وقلنا السين طارت مع بعضها، والصاد تكعيب على الصاد فالصاد إيه تربيع، يبقى ناقص 3 صاد تربيع. كده يبقى أنا عملت إيه؟ طلعت العامل المشترك الأعلى. وفي الحالة دي لو احنا شفنا عملنا ايه، ما ننساش نبص الأول على العوامل العددية. أدام عندي رموز متشابهة مكررة في الثلاث حدود، خلاص يبقى آخد من كل رمز اللي يقبل عليه جميع الحدود. ونفس الكلام في العوامل الرقمية، آخد الرقم اللي يقبل عليه برضك الثلاث حدود أو الأربع حدود أو الخمس حدود أيا كان عندي عدد الإيه الحدود. فاهمين الكلام ده؟ يلا بينا ناخد فكرة جديدة.
السادس معانا بعد كده في فكرة مختلفة برضك. تمام كده. ازاي؟ احنا عندنا برضك ادي هو مقدار مكون من 3 حدود. تمام. طيب الحد الاول عبارة عن 8 س اس 3 في ص ناقص 4 س اس 4 في ص اس 2 زائد 7 س تربيع. لو لاحظنا نلاقي الحد ده عبارة عن عامل رقمي وس وصاد، وهنا عامل رقمي وس وصاد، وهنا عامل رقمي وس بس. يبقى اذا انا مش هينفع اخد عامل مشترك من الصاد. ليه؟ لان في حد ناقص منه الصاد، فاذا مش هينفع الصاد ده، مش هبص لها خالص، مش هاخد منها من ضمن العامل المشترك بتاعي نهائي. ليه؟ امتى اخد منها؟ لو كانت مكرره في الثلاث حدود او الاربع حدود او الخمس حدود، ايا كان عدد المقدار، لازم أن تكون مكرره في كل الحدود. يبقى اذا انا كنسلت الصاد، يبقى انا مش هبص لها. اجي ابص بعد كده للعامل العددي. ماشي. اجي او اشوف هنا عندي 8 وعندي هنا 4 وعندي هنا 7. في اي حاجه تجمع الثلاثه دولت لو قسمت عليها اقدر اقسمهم الثلاثه؟ تعال نبص كده. انا لو خدت الاربعه، الثمانيه تبقى الاسم على الاربعه، لكن السبعه مش هتبقى الاسم على الاربعه. طب لو اخدت الثمانيه، الاربعه مش هتبقى الاسم على الثمانيه، والسبعه كمان مش هتبقى الاسم على الثمانيه. طب لو اخدت السبعه، السبعه برضك الاربعه مش هتبقى الاسم على السبعه. اذا يبقى انا برضك مش هقدر اخد من العوامل الرقميه عندي اي عامل مشترك. ليه؟ لان كلهم الثلاثه ماشي مختلفين، مش هقدر اجيب رقم يقبل الثلاثه دول يقبلوا الاسم عليه. تمام كده. عشان انا عندي هنا ايه؟ عندي 7. يبقى اذا خلاص بقى مفيش عندي لا صادات ولا في عندي ايه عوامل رقميه. تمام كده. فاضل عندي السينات. اكيد دي انا هيبقى فيها عامل مشترك. ليه؟ لانها متكرره في الثلاث حدود. يبقى انا ساعتها اخد اللي ايه؟ اللي اقل اسا، اللي اسها اقل واحد فيهم. ماشي. ليه؟ علشان الثلاثه يقبلوا الاسم عليه. نيجي نبص هنا س اس 3 وهنا س اس 4 وس اس 2. يبقى اذا س اس 2 هو العامل المشترك بتاع المقدار ده. يبقى كده نقول يساوي س اس 2. تمام كده. وبعد كده ايه؟ هنفتح القوس ونقسم كل حد من دولت لوحده على ايه؟ وكل واحد ينزل بشرط على السين تربيع. 8 س اس 8 تنزل زي ما هي، لان مفيش هنا يعتبر قدام السين دي واحد. 8 على 1 ب8 زي ما هي، وس أس 3 على س تربيع فالإيه؟ فيها 3 ناقص 2 فالسين، يبقى س أس 1. والصاد مفيش حاجة هنا ليها، تنزل زي ما هي. الرمز اللي ملوش حاجة في العامل المشترك ينزل زي ما هو. اتفقنا؟ وكذلك الحد التاني والحد التالت. يلا نفتح قوس 8 س صاد زي ما احنا شايفين. احنا طبعا عرفنا جبنا دي ازاي، نبص لده جه ازاي برضه. سالب 4 تنزل زي ما هي سالب 4 لأنها مقسومة على 1. وبعد كده س أس 4 على س أس 2، 4 ناقص 2 بس إيه؟ بس أس 2. وبعد كده الصاد تربيع، مفيش هنا صاد، تنزل زي ما هي. نيجي هنا بعد كده 7 س تربيع على س تربيع، السبعة تنزل زي ما هي والس تربيع تطير مع الس تربيع. فهمنا ازاي حلينا المسألة دي، وفهمنا ان احنا عندنا لو الارقام العوامل الرقمية مفيش عامل مشترك فيهم اقدر اخد حاجة كلهم يقبلوا الاسم عليه، يبقى خلاص ما بصلهمش. ولما يكون عندي الرموز مش مكررة في جميع الحدود ما بصلهاش برضك، واخد الرمز اللي هو ايه؟ الرموز اللي هو او الرمز اللي مكرر في جميع الحدود، يبقى هو ده العامل المشترك بتاعي. طب لو كان في عندي رقم عامل رقمي يبقى الثلاثه يقبلوا الاسم عليه او الاربعه او الخمسه ايا كان عدد الحدود، يبقى اخده اطلعه بردك مع الايه؟ مع الرمز بتاعي. فاهمين الكلام ده؟ يا ريت يا ريت ما ننساهوش. طيب بعد كده السؤال السابع. دي فكرة تانية بقى مختلفة عن اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. احنا ماشيين بالتدريج واحدة واحدة وبناخد الافكار مع بعض واحدة واحدة. تمام كده. هنا بيقول لي عندي المقدار ده اللي هو عبارة عن 2 ألف مضروب في القوس 3 ألف ناقص 4 ب، مقفول القوس، بعد كده ناقص 5 ب مضروبة في 3 ألف ناقص 4 ب. لو جينا بصينا هنا الحدين الاتنين دولت فيهم حاجة شبه بعض يقبلوا اسم عليها. تعالوا نبص كده. عندي هنا 2 ألف وعندي هنا 5 ب، سيبك منهم. ماشي. نيجي نبص هنا عندي القوس ده عبارة عن 3 ألف ناقص 4 ب، والقوس ده عبارة عن 3 ألف ناقص 4 ب. ينفع اخد القوس كله اللي هو 3 ألف ناقص 4 ب؟ طبعا. يبقى هو ده العامل المشترك بتاعي. ده قوس، ايوه عادي لو هو قوس حتى، ما هما الحدين الاتنين بتوع المقدار دولت ماشي اللي قدامنا دولت. القوس ده مكرر في الحد ده ومكرر في الحد ده. انا لو خدته هيكون عامل مشترك بتاعي بكل سهوله. ماشي. تعالوا يلا نشوف مع بعض. يبقى اذا عندي العامل المشترك بتاعي هيكون عباره عن القوس 3 ألف ناقص 4 ب اهو. طيب نيجي نبص هنا. لو جينا قسمنا الحد الاول ده على اللي هو 2 ألف في القوس 3 ألف ناقص 4 ب، يفضل ايه؟ ده هيروح مع ده. ماشي. يفضل 2 ألف، يفضل ايه؟ 2 ألف. ونفس الكلام هنا
يفضل ايه السالب تنزل زي ما هي، يفضل 5 ب. يبقى اذا هيفضل عندي قوس بردك 2 أ ناقص 5 ب. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ خلاص فهمنا الفكرة دي. يعني ممكن اخد قوس على بعضه. ايوه ده القوس ده عبارة عن مقدار، ماشي، ايه المشكلة؟ مفيش اي مشكلة. خلاص اخدنا القوس طلعناه عامل مشترك، وبعد كده بنقسم القسمة بتاعتنا عادي خالص. يلا ناخد حاجة كمان وفكرة مختلفة. يلا بينا. اتمنى ليكم يا رب دايما كل التوفيق والنجاح، وانكم تبقوا متفوقين ومن الاوائل. ومتنسوش دلوقتي انكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نكمل درسنا. السؤال اللي بعد كده معانا مدينا المقدار اللي احنا شايفينه قدامنا ده 3 ألف مضروب في القوس ألف ناقص 2 ب ناقص 6 ب مضروبة في القوس ألف ناقص 2 ب. كلام جميل؟ طيب احنا خدنا الفكرة دي من شوية لسه في المثال اللي فات، بس هيزيد عليها حاجة بسيطة جدا او حاجتين اتنين مش حاجة واحدة. ماشي هنشوفهم دلوقتي مع بعض. بيقول لي بعد كده ايه؟ طبعا هو رأس السؤال احنا واخدينه في الاول، التحليل باخراج العامل المشترك الاعلى واوجد القيم التالية. بيقول لي ثم اوجد القيمة العددية للمقدار عندما القوس اللي هو أ ناقص 2 ب ده يساوي الايه؟ القيمة المطلقة. شايفين ده علامة القيمة المطلقة، الشرطتين اللي واقفين دولت سالب تلت. سالب ايه؟ سالب تلت. طيب اول حاجة هنعمل ايه؟ هنشوف العامل المشترك عندنا اللي نقدر ناخده للمقدار ده. نيجي نبص للقوس ده أ ناقص 2 ب هنلاقيه مكرر في ايه؟ في الناحيتين الاتنين. يبقى اذا انا اقدر اخد ده كله على بعض عامل مشترك. هيزيد عليه حاجة بسيطة بس. انا عندي هنا 3 أ وعندي هنا سالب 6 ب. ينفع اخد التلاتة دي كمان مع القوس ده عامل مشترك؟ ايوه طبعا ينفع. ليه؟ لان انا عندي هنا التلاتة دي تقبل الاسم هنا على 3، 3 على 3 فعل واحد، والستة برضك تقبل الاسم على 3. يبقى في الحالة دي انا بصيت للعامل الرقمي اهون 3 و6، واخدت التلاتة عامل مشترك برضك لان الاتنين يقبلوا الاسم عليها، وخدت القوس ده كمان اهون اعتبره اكنه رمز. القوس كانه رمز، ماشي، مكرر معاك زي نفس فكرة الرمز بالظبط، اخدته عامل مشترك. فيلا بينا نشوف العامل المشترك بتاعنا هيكون ايه. هيبقى 3. الحل يبقى العامل المشترك بتاعي هيبقى 3. القوس بتاعنا اللي هو 3 ألف ناقص 2 ب. نيجي بعد كده نشوف بقى. هنا عندي 3 مع التلاتة راحت، ماشي، اتفضل ايه؟ اتفضل ألف. يبقى افتح قوس هنا كده واكتب فيه ايه؟ ألف. ماشي اهو. وهنا نيجي هنا سالب 6 ب سالب 6. السالب اهي نزلت زي ما هي. بعد كده الستة على التلاتة فالاتنين، وب على هنا مفيش ب تنزل زي ما هي، والألف ده راح. الألف ناقص 2 ب ده راح مع الألف ناقص 2 ب، يفضل عندي ايه؟ 2 ب بس. خلاص فهمنا جت ازاي؟ يبقى أصبح عندي ادي العامل المشترك بتاعي، وده اللي نتج بعد ايه؟ ما أخدت العامل المشترك. تمام كده. بعد كده بيقول لي ايه؟ عايز القيمة العددية للمقدار عندما أ ناقص 2 ب تساوي القيمة المطلقة لسالب تلت. يبقى نعوض بالقوس ده اللي هو أ ناقص 2 ب وأ ناقص 2 ب بالقيمة المطلقة للايه؟ لسالب تلت. يبقى نكتب كده نعوض عن القوس اللي هو أ ناقص 2 ب يساوي القيمة المطلقة لسالب تلت. واحنا طبعا عارفين ان القيمة المطلقة لأي عدد في الدنيا ايا كان سالب او موجب لازم تكون موجبة. لازم تكون ايه؟ موجبة. يعني السالب ده ما اعترفش بيه، يطلع بره يبقى يساوي ايه؟ يساوي تلت. يساوي ايه؟ تلت. يبقى انا اكيد هعوض عن الايه؟ أ ناقص 2 ب بايه؟ بتلت. اجي هنا دي 3 واعوض عن الأ ناقص 2 ب بتلت، واعوض عن الأ ناقص 2 ب بتلت، يبقى 3 في تلت في تلت. يبقى تساوي 3 في تلت في تلت. انا عندي هنا التلاتة تروح مع التلاتة، يفضل عندي ايه؟ 1 في تلت بتلت. يبقى هنا كده طلعت القيمة العددية للمقدار ده. والتركية بتاع القيمة المطلقة دي اوعى نتلخبط فيها. لما يديني القيمة المطلقة لأي عدد سالب لازم يكون ايه؟ القيمة المطلقة لأي عدد لازم تكون موجب.
لازم أن تكون ايه؟ موجب. خلاص. طيب يلا بينا ناخد سؤال كمان. آخر فكرتين معانا في درس النهاردة بالتحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى لما يديني مقدار مكون من ايه؟ عوامل رقمية كله. لو جينا بصينا هنا الموضوع هنا أسهل بكتير اهو. عندنا عوامل رقمية وكمان ايه؟ عندنا 15 في 80 زائد 15 في 20. أنا لو جيت بصيت للجزء الطرف ده فيه هنا 15 وفيه هنا 15، على طول بدون ما أفكر آخد ال 15 عامل مشترك. يلا بينا. يبقى يساوي 15. ادي العامل المشترك بتاعي، افتح قوس، يفضل عندي ايه؟ انا اخدت من هنا 15 يفضل عندي 80، واخدت من هنا 15 يفضل عندي 20، والزائد تنزل زي ما هي، يبقى زائد 20. 80 زائد 20 ب100، يبقى عندي 15 في 100 تساوي كام؟ تساوي 1500. 15 في 100 تساوي 1500. طيب بعد كده السؤال الأخير معانا، 6 في 15 تربيع يعني 15 أس 2 يعني 15 في 15 زائد 18 في 15 ناقص 8 في 15. لو بصينا نلاقي ايه بردك؟ ال 15 هنا متكررة في جميع الايه؟ في جميع الحدود اللي احنا شايفينها. يبقى ناخد ال 15 عامل مشترك اهو. وبعد كده عندي هنا 6 في 15. كان ينفع طيب ناخد الستة كمان عامل مشترك؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن التمانية دي ما تبقاش الاسم على الستة، إذا يبقى نستكفى بالإيه؟ بال15 بس. ماشي؟ 6 يفضل عندي هنا إيه؟ 6 في 15. ليه؟ لأن أنا عندي هنا 15 أس 2 على 15، نطرح الأسس يبقى 2 ناقص 1 يفضل عندي 15. يبقى نفتح قوس، يبقى عندي 6 في 15 ناقص زائد 18 ناقص 8 يساوي كام؟ لو جينا بصينا هنا طبعا اهون، انا خدت من هنا 15 يبقى من هنا 18 نزلتها زي ما هي باشارتها، وهنا خدت من هنا 15 او قسمت الحد ده كله 18 في ال 15، 15 تروح مع ال 15 يفضل عندي سالب 8. تمام. اجي هنا 6 في 15 بكام؟ ب 90 على الاقل حاسبه على طول. ب 90 زائد 18، 90 زائد 18 108، 108 ناقص 8 يبقى عندي 100. يبقى كل القوس ده بكام؟ ب 100. يبقى عندي كده 15 في 100 يساوي 15 في 100 بكام؟ يساوي 1500. كده بفضل الله تعالى يبقى احنا ان شاء الله ده اخر درس معانا في الجبر، وان شاء الله ما عادش فاضل لنا غير درس الاحصاء. فالحمد لله، الحمد لله والشكر لله. اتمنى من الله ان اكون قدمت لكم حاجه مفيده ليكم، واتمنى من الله لكم كل التوفيق والنجاح. وما تنساش دعمكم لينا، انك تعمل لايك للفيديو لو كان الفيديو عجبك او استفدت منه شيء، وتشترك بالقناه، وده دعمك لينا. واخر حاجه احب اقولها لكم اني بشكركم على المشاهده. انا بشكر كل واحد دعمنا بانه ان كان عمل لايك للفيديو او اشترك بالقناه، وده شيء متوقع منكم وده شيء ايجابي. واتمنى يا رب ان احنا نكون عند حسن ظنكم.